مشاهدينا، وأنا أتابع أحداث العالم ودا أشوف شعوب مسكينة فقيرة أصبحت ضحية لتناحر ليست لها بها لا ناقة ولا جمل، أو حروب الآن العالم يشغل بيها، ودول عظمى ما تعرف وين اتجاهاتها. هذا اللي يخليني أسأل في نفسي سؤال. أول مرة أنا متشائم من هاي الحالة، لأنه هذا العالم دا يتجه اتجاه عجيب غريب. يعني هذه بدنا نشوف قتل الإنسان لأخيه الإنسان بهاي الطريقة، واحنا نعرف شنو الكرامة والدم عند الله عز وجل. يعني احنا بدنا نقترب من غضب الله عز وجل، لا إله إلا الله. والعالم يعني أنا شخصيا متشائم، قد يعني يتجه إلى اتجاهات ما أعرف، لا يحمد عقباها. أسأل نفسي سؤال، كيف يتم تصحيح المسار؟ يعني هذا مسار العالم بصورة عامة بهذا الوضع الآن اللي نشوفه بحاجة إلى تصحيح مسارهم. هذا المسار ما أعتقد أكو دولة الآن أو شخص بإمكانه أنه يصحح هذا المسار. يعني لسبب هاي الأمور تزيد عقيدتنا واعتقادنا بالإمام المهدي عليه السلام. يعني هذا ليش؟ لأنه هذا بحاجة إلى شخص يقدر يغير هاي المسارات، لأن هاي المجتمعات لا يعني بدنا نشوفها، أما مجتمعات فقيرة أصبحت ضحية لتناحر، وأما مجتمعات هي ما أعرف هم أيضا أصبحت ضحية لحروب. على كل المجتمع لا ينهض الا انا في رايي بنقطتين: لازم نقضي على التخلف ونقضي على الفقر. التخلف والفقر كلاهما اذا اجتمعا في مجتمع دمره. يعني هاي فقط حبيت انه في شيء في داخلي حبيت انه اتكلم به.